بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم في احدى حلقات برنامجكم صحتك ثروتك. الموسم السابع من برنامج صحتك ثروتك، واتفقنا ان احنا الموسم السابع ده بعنوان تيك اواي. يعني ايه تيك اواي؟ يعني احنا بنحاول يكون الفقره بتاعتنا فقره سريعه، بس بنتناول فيها موضوع بيبقى في الغالب شائع. يعني مثلا على سبيل المثال، ان احنا مثلا عندنا موسم الصيف في مصر اصبح 10 شهور. يعني هو السنه كلها 12 شهر، منهم 10 شهور صيف. فبالتالي الامراض اللي بتخص موسم الصيف بتستمر معانا فتره طويله على مدار السنه. عشان كده احنا النهارده لما حبينا نفكر في عنوان الحلقه، قلنا نحاول نتناول فيها موضوع، هو الموضوع ده بيخص الصيف وموسم الصيف. عشان كده هنتكلم على الامراض الصيفيه واللي بيخصوا الامراض الشائعه في موسم الصيف. واكتر واحد يكلمنا عن هذا الموضوع هو صاحب البرنامج، بقى ما نقولش ضيف البرنامج، الدكتور هاني فرج، الخبير الدوائي. دكتور هاني، ازيك؟ اخبارك؟ اهلا بحضرتك دكتور علاء، وكل صيف وحضرتك طيب كل صيف وحضرتك طيب. ومشاهدينك بس خلي الكرام بالك بخير يعني. الصيف اصبح في مصر مش زي زمان. يعني في زمان خلي بالك الصيف كان ليه طعم تاني، دلوقتي الصيف بقى اصبح فصل شديد شويه. هو طبعا لو رجعنا لورا شويه لفتره السبعينات والثمانينات والتسعينات ما قبل الالفيه اللي احنا فيها دي، فعلا كان الموسم الصيف بياخد شكل مختلف شويه. يعني الربيع كان بياخد حقه زي ما بيقولوا، بنعيش فتره ربيع. لا، احنا مع انكسار موجه البرد والشتاء بنلاقي نفسنا انتقلنا مباشره للاجواء الحاره يعني. وده طبعا بينعكس بشكل كبير قوي على صحتنا، على صحه بشرتنا، على نشاطنا. هل يا ترى احنا بنتأقلم بسرعة مع الصيف ولا لا؟ كل دي بيتحكم فيها ارتفاع درجات الحرارة السريعة. هو طبعا هو خلي بالك كمان من وجهه نظر انا ان نسبه الرطوبه بقت عاليه شويه، فانت اصبحت بتحس بالصيف بصوره اكبر شويه. واحساس الصيف بصوره اكبر شويه بالتاكيد ان امراض الصيف بتبقى ازيد شويه. يعني على سبيل المثال مثلا نتكلم على ساعات الحشرات، نتكلم على حمو النيل، نتكلم مثلا الناس اللي بتصيف ويجي لها تنزل البحر فيه لساعات قنديل البحر. خلينا يعني نتكلم في حاجه من الحاجات دي. نبتدي الاول بسيب مثلا لساعات الناموس في فصل الصيف. طيب، نقول يا دكتور علاء ان اكتر عضو في جسم الانسان بيتأثر في فصل الصيف هو الجلد، طبعا. وهو اكبر عضو في جسم الانسان. طبعا. طبعا الجلد هو عبارة عن غلاف بيغلف عضلات الإنسان، وفي نهاية الأمر هو ده اللي بنحس بيه بزيادة ارتفاع درجات الحرارة، بزيادتها أو بانخفاض درجات الحرارة. وبالتالي مع دخول فصل الصيف بتنتشر بعض المشاكل، على رأسها طبعا الناموس ولسع الحشرات، وخاصة في المناطق اللي هي ملاصقة الترع، ملاصقه للامراض الزراعيه، الجناين الجناين. بالظبط بالظبط. بالظبط، بيزداد فيها لسع الحشرات وتحديدا البعوض او الناموس. طبعا جسم الانسان في المتوسط عدد خلايا الجلد، يعني لك ان حضرتك تتخيل ان هي تريليون و600 مليون خليه. عدد ضخم جدا، بتتجدد كل 28 يوم. الخلايا دي بتبقى عباره يعني عن ثلاث طبقات: الطبقه الخارجيه اللي هي طبقه البشره، اللي هي طبقه الادمه، ثم الطبقه الداخليه. طبعا لسع الحشرات بيبقى الاكثر شيوعا منه هو لسع انثى البعوض. هي اكثر حشره بيبقى لها تاثير. هي دايما الانثى بتلسع يعني هو يعني فعلا زي ما حضرتك بتقول، يعني هي قدرا يعني هو انثى البعوض هي اللي بتتسبب في اللسعات دي. وطبعا علاج الموضوع سهل، مش صعب يعني. هنيجي من البدايه خالص من الوقايه. طبعا ابقى انا حريص لو انا داخل المنزل ان انا ببقى حريص على ان لو في مبيد للناموس، او لو في صاعق ناموس، الحاجات اللي هي خارجه عن جسم الانسان بصفه عامه، ان انا احاول ان انا احافظ عليها. الشبابيك والنوافذ يبقى عليها سلك. دي يعني الحاجات تعتبر الوقايه. حاجات الوقايه. وقائيه. هنيجي بقى لو حصل فعلا وحصل لسع من الحشره او من الناموس. وطبعا هو كل اللي بيحصل ان هي بتمتص جزء من الدم يعني، وبالتالي بينتج عنها حكه، بينتج عنها الم، بينتج عنها تورم. دي الاعراض الخارجيه اللي بتظهر. طب انا اتعامل ازاي؟ اول حاجه طبعا الغسيل بشكل مباشر، يفضل ماء وصابون، ان انا بغسل مكان ماء وصابون يفضل مع لسع الناموس تحديدا يعني. وبقدر الامكان استخدم كريمات مضاده للحكه ومضاده للتورم اللي بيحصل مكان اللسع. طب هل الكريمات دي ليها مواصفات معينه؟ هو يعني زمان كنا بنستخدم بس الكريمات اللي بتحتوي على مواد فيها كورتيكوستيرويد او كورتيزون، دي بحيث ان هي تضيع الالم بشكل سريع. دلوقتي اصبح في بعض المواد الامنه اكثر طبعا، ده في حاله لو الحكه مش قويه، يعني ان هي محتاجه حاجه مضاده للهستامين، وهي الماده المسؤوله عن
موضوع الحكه دي. ممكن نستخدم حاجات ملطفه زي الحاجات بتحتوي على كلامينا، على زيت زيتون، بتحتوي على زنك اوكسايد. الحاجات دي بتلطف مكان لسع الحشرات بشكل كبير يعني. وممكن يبقى ميكس ما بين الاثنين، يعني نستخدم كريم للحكه وده الحاجات دي موجوده في الصيدليات متوفره. يعني الكلامين او الكلامينا اسعارها في المتناول. والحديث منها دلوقتي اللي هو عليه بنسميه هيدروجينيتد اوليف اويل، اللي عليه زيت زيتون مصنع بتقنيه عاليه، بحيث ان هو بيلطف بشكل سريع، وفوائد زيت الزيتون يعني متعدده. اذا عندما السع بانثى الناموس او انثى البعوضه اروح احط اغسل كويس جدا، انضف اطهر، بعد كده بحط حاجه تمام، واحط حاجه مضاده للحكه وملطف. تمام. ده لسع الحشرات او لسع الناموس. طيب هو انا جاي بالي دلوقتي ومش عارف حتى ليه سموه حمو النيل. طيب بص، هو حضرتك هو المسمى يعني حمو النيل، حضرتك لما حتى تعمل بحث عنه هو ليه علاقه بالرطوبه بشكل كبير. فكان دايما الاطفال والاشخاص اللي هم قريبين من النيل او قريبين من الترع او قريبين من مصارف المياه كانوا دايما اكثر اصابه بعمليه انسداد الغدد العرقيه وظهور حمو النيل. يعني احنا لو حابين نعرف حمو النيل، هو مجرد ان الغدد العرقيه اللي هي في الطبقه الوسطى دي حصل فيها انسداد، وبالتالي بيحصل احمرار. هو كمان بعتقد بيبقى منتشر في الاطفال اكتر من الكبار شويه. طبعا الاطفال لان بشرتهم بتبقى اكثر حساسيه اعتقد كلنا بنقدر نشخص حمو النيل. سهل، مش محتاجه انما يعني نتعامل معاه ازاي بقى؟ طيب بص يا فندم، هو بيجي الاشهر شيوعا يعني في منطقه الرقبه، منطقه الصدر، ومنطقه الظهر. دول طبعا اكتر 3 مناطق بيبقى فيهم حمو النيل. طيب الحمو النيل هو عباره عن نوع من انواع يعني تهيج للجلد نتيجه انسداد الغدد العرقيه، فبيحصل الاحمرار وبيحصل التورمات الخفيفه دي. طب علاج حمو النيل ايه؟ لا يختلف تماما عن معالجه الاعراض الخاصه باللسعات بتاعت الحشرات. ان احنا ممكن طبعا هو تهويه مهمه، ترطيب الجلد مهم جدا، بس ابعد بقدر الامكان عن الاماكن اللي فيها بخار ميه كتير. يعني ما اروحش ناحيه البحر، الترع، الانهار، الكلام ده كله، وابقى واقف في مكان رطب جدا زياده عن اللزوم. لا، انا عايز يبقى الجلد متندي بس يعني. تمام. هو مهوى. التهويه دي الاحتياطات. الاحتياطات. طب انا حصل حمو النيل او بقى خلاص بقى واقع يعني، طب اتعامل معاه ازاي؟ بحتاج ان انا استخدم كريمات ملطفه، دي في المقام الاول. الغسيل والشطف بشكل مستمر. طبعا الكريمات الملطفه طبعا زي ما احنا ذكرنا في الاول. ماء ساقعه في الغسيل ولا مياه فاتره؟ لا يفضل الماء الساقعه. الماء الساقعه طبعا بتقلل من الاحمرار الموجود. تمام. فانا الكريمات او بنسميه اللوشن او الغسول اللي هو برضه بيحتوي على ماده الكلامينا او ماده الزنك اوكسايد بيبقى مهم جدا وبيجيب نتائج كويسه. تمام. ده بالنسبه لحمو النيل. يعني التعامل معاه سهل وامره بسيط وتشخيصه بسيط، وكل الناس بتبقى عارفه يعني ان ده نتيجه العرق الزائد ونتيجه الرطوبه العاليه جدا. طب بص، هو في حاجه بتحصل في موسم الصيف واعتقد كلنا بنعاني منها، اللي هي التسلخات الجلديه، خاصه في المناطق الحساسه. تمام. خد بال سيادتك، والناس اللي بتعمل عمره او حتى الناس اللي في العاديه يعني، دي نتعامل مع الحاله دي ازاي؟ طيب هو التسلخات سببها الرئيسي هو الاحتكاك، عمليه الاحتكاك. فاول حاجه طبعا يفضل ان الملابس تبقى دايما ملابس نظيفه وجافه ومش ما فيهاش عرق يعني، وتكون قطنيه طبعا. يفضل ان قبل ما اخرج للمشي في جو فيه درجه حراره عاليه، او اتمشى على شط البحر، او اتمشى على شط النيل مثلا ولا حاجه، لازم ان انا اخد ملطفات وواقي من عمليه التسلخات دي. حاجه تمنع الاحتكاكات اللي بتحصل نتيجه التصاق الجلد ببعضه او نتيجه الحركه المستمره. من ضمنها طبعا ان انا ممكن استخدم حاجه فيها ماده البنسينول. البنسينول ده من الحاجات الكويسه جدا، مهدئ وملطف وبيمنع موضوع الاحتكاك. طبعا لو مضاف عليه كمان ماده يعني اليوريا، يعني بنسب حتى لو 1% مفيش مشكله، ده بيساعد ان هو يقلل موضوع الاحتكاك ده. طبعا التسلخات لو زادت عن حدها قوي انا مضطر استخدم كريم بيحتوي على مواد فيها كورتيزون بحيث انها تهدي. طبعا الناس لما بتسمع كورتيزون بتتخض، يعني بتحس ان هو قصاد حاجه فيها مشكله. لا، الاستخدام التوبيكال او الاستخدام الموضعي ما بيسببش مشاكل يعني. تمام. عشان احنا في موسم الصيف، وعلشان احنا السيزون السابع بتاعنا او الموسم السابع بتاعنا موسم تيك اواي، فالساندوتش خلص، يعني الحلقه خلصت. ولكن خليني اقول لك على حاجه. احنا ان شاء الله تعالى احنا هيبقى لنا لقاءات كتير جدا
وزي ما اتفقنا احنا الموسم ده بيعتمد على السرعه في الاداء والسرعه في المواضيع بتاعتنا والسرعه ان احنا نوصل المعلومه. وانا اشكرك ان انت العفو. وصلت لي المعلومه بسرعه وبسهوله وبسلاسه وبالتبعيه وصلت للساده المشاهدين. خليني بدي معاكم واشكر الدكتور هاني فرج الخبير الدوائي. دكتور هاني اشكرك وان شاء الله العفو. نتقابل في حلقه العفو. كتير يعني. خلصت حلقتنا النهارده من برنامج صحتك ثروتك وعايزين نستمتع بالصيف بقى اللي هو على مدار 10 شهور. الصيف حلو والشتاء حلو، الوقايه خير من العلاج. شكرا واشوفكم على خير. السلام عليكم.